كل ما تطلبه هو في مقدور الله عز وجل، يحققه لك في طرفة عين أو أقل. إرادة الله تنفذ. وإن كنت لا تستحق لكن الله عز وجل لكرمه سيعطيك. والله عزيز، تعامل معه على قدر عزته، وما قدر الله حق قدره. كل رجاء لك الله يده فوقه، متمكن منه، قادر عليه. تعامل معه على قدر عطاء، على قدر إحسانه، على قدر رحمته، على قدر قوته، على قدر جبروته. لغناه سيعطيك، للطفه سيعطيك، لمنته سيعطيك، لستره سيعطيك، لحلمه سيعطيك، لعفوه سيعطيك، لمغفرته سيعطيك. لا يعجز على الله عز وجل شيء، ولا يهلك على الله إلا هالك. يا أخي لا تجرب تتعامل مع ملك الملوك سبحانه. يطمئن قلبك يا أخي إذا تذكرت أن الله موجود وقادر على تغيير أي شيء أنت تبغاه وتحتاجه. تذكر نفسك بقدرة الله وأنه قادر على تحقيق أحلامك. دائما الإيمان نقطة تحول في حياة الإنسان. فالإنسان دليله هنا وإيمانه هنا. على قدر إيمانك على قدر ما تأخذ في الحياة. لكن إيش اللي يعزز هذا الإيمان؟ إيش اللي يقويه؟ ترى الله سبحانه وتعالى علمنا وأخبرنا: تصلي، تصوم، تدعو، تسوي اللي الله بلغك فيه وأمرك فيه، إيمانك يزيد. إجابة بعد إجابة، وطاعة بعد طاعة. أنها تزيد من الإيمان.